صباح الخير. كالعادة نمنا كم ساعة اليوم مع السيارة، سعرناها من صديقي، والهدف إلى بلجيكا للسفارة السورية مشان ورقة صغيرة مع السيارة ليوم واحد، وقررت أطلع فيها من هولندا لبلجيكا، كله بسبب ورقة وحدة راح تشوفوا معي. سبحان الله، بعد ما قابلت الرجال الهولندي السياسي اللي بالمظاهرة وعطاني رقم محامي شاطر جدا، ولكن التكلفة بين 3000 و 5000 يورو. هاي كالبداية جهز أوراق إثبات الهوية. بقى خلال هالشهرين لازم أعمل شيء، لازم ما يأس، حاول نشوف كيف. دعواتكم. والغريب إنه أبسط الأمور أحيانا تتحول ليوم كامل. من زمان ما كان عندي يوم هيك، طريق طويل ومكان جديد وشعور إني خارج الروتين شوي. الغريب بأوروبا إنك خلال ساعة ممكن تصير بدولة تانية. هاي دخلنا أول محطة ببلجيكا، نشرب شيء ونكمل. جاهز القهوة. وصلنا لهاي الاستراحة، من أمتع الأماكن يا جماعة على الطريق، بس ما كل شيء بداخلك بيمشي بنفس السرعة. باقي تقريبا ساعة ونص للسفارة، تأخرنا شوي. أول ما طلعت كانت 3 ساعات، صارت فجأة 4 ساعات. طريق زروي. وصلت بلجيكا. أول شيء لاحظته إن الإحساس مختلف، رغم إنه المسافة قريبة. هاي 100 متر ونوصل على السفارة السورية. متأخر ساعتين إن شاء الله يدخلونا. قطعنا تيكت للسيارة هون في موقف، جبنا تيكت كله دفع. الساعة ب4 يورو، بس بضل أرخص من أمستردام. حطينا الوصل، حط التيكت هون، نقعد كام ساعة هون وبعدها نرجع لهولندا. بدنا نلاقي لنا شي مطعم سوري ناكل عنده. هاي وصلنا على السفارة، وإن شاء الله تمشي الأمور بسهولة. بحب هيك أيام إني ما أكون مستعجل طول الوقت، حتى لو عندي هدف بحاول أعيش الطريق نفسه. دائما الأماكن الرسمية عندها نفس الإحساس، توتر وتركيز وانتظار. هذا الجزء غالبا أبطأ جزء بأي يوم، الانتظار. أحيانا الوقت داخل هالأماكن بيمشي بطريقة أبطأ من برا. مرحبا، سمحتي قال لي بعد الشب أنا مشان إخراج القيد. تفضل. الترجمة يعني هو بالعربي. إيه بتصدق صح؟ نحن بنكون من هذا مو مصدق خارجي سوري، هو بس مصدق بس بفيد صح؟ تمام. بدي 90 يورو لو سمحت. على الواحد 90 يورو. ايه اوكي كاش. إخراج القيد الواحد يا مصيبتي. لا الساعة 2 إذا قررت بترجع بتستلم. بستلم تمام. الجواز خلصت الجزء المهم لهذا اليوم، حاسس اني بقدر اتنفس. واخيرا هذا الجواز السوري مطالعه من سوريا قبل ما اطلع لرحلتي اللي رحتها باوروبا. هذا بيان الولاده، كلفنا 90 يورو. هذا اقوى اثبات اني سوري، ان السفاره السوريه بنص اوروبا. باقي عندنا المحامي طلب 300 استشاره، اقول هاي مقدور عليها. وباقي لملف القضيه، ساعه المحامي 300 يورو، وقال لي بعد ما شاف الملف قضيتك تكلف بين 3 و 5000 يورو. هذا من اقوى المحامين يا جماعه بهولندا، هذا اللي وصلنا من حدا هولندي. المهم لازم ندبر المبلغ لو بدي شيل الحجر. عندي هدف بدي اوصل له باذن الله. ممكن القضيه تطول شوي، بس لهلا بقدر اقول انه ما قضيه لجوء، قضيه اكبر بكثير. ممكن انه اتواجد هالفتره هون لتوصل للمحكمه الاوروبيه، بس طبق المبلغ بالنسبه لي كبير، ولكن الله اكبر. دعواتكم ان شاء الله نوصل لهدفنا. بعد اي ضغط، حتى ابسط لحظه هدوء تحسها مريحه بشكل غريب. مطعم سوري ببروكسل. بصراحه بهيك رحلات اكثر شيء بحبه انك تستكشف المدينه بدون خطه. دخلنا على مطعم سوري، طلبت كفتة وراح نكمل. راح كمل استكشف المدينة شوي، ما راح طول، نرجع بعد شوي لهولندا. هاي وصلت كفتة مع شوية حمص وبطاطا. كل مدينة بتحسها إلى طاقة مختلفة، حتى لو الدول قريبة من بعض. من الصبح وأنا رايح جاي، فقلت خلينا نوقف شوي قبل الرجعة. هاي وصلنا لمكان حساس جدا سياسيا، البرلمان الأوروبي. يمكن هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي بتخلي أي رحلة
حقيقية أكتر. أغرب شعور ما إنك تصير لاجئ، أغرب شعور إنك تدخل المكان اللي بيناقش حقوق الإنسان وإنك حاسس إنك غير مرئي. الغريب إنه أوروبا بتحكي كتير عن الحرية، لكن أكتر إنسان بيشعر بفقدان السيطرة هو اللاجئ. كل مدينة زرتها بأوروبا كانت تعطيني نفس الرسالة: أنت موجود لكن مؤقت. ومع الوقت بتبلش تخاف، ما من الرفض بس، بتخاف إنك تنسى مين كنت قبل كل هذا. يمكن الناس تشوف البرلمان كمبنى سياسي، لكن بالنسبة إلي كان المكان اللي فهمت فيه كيف ممكن الإنسان يتحول من حياة كاملة لملف. والسؤال الحقيقي: كم شخص ضاع قبل ما يوصلك هذا الفيديو؟ هون ما في وجوه، في قرارات، وكل قرار بينكتب هون بيمسح فيه ناس برا. أنا واقف قدام مكان ما بيعرفني، بس ممكن يحدد إذا بضل موجود أو لا. المشكلة ما بالقصة، المشكلة إن القصة ما لها قيمة إلا إذا انحطت بورقة. هذا راح ياخذ إقامة بالبرلمان. هاي وصلتنا لأنتفيربن، أنتورب بالإنجليزي. أحيانا معرفة الناس الطيبة كنز. يعني شافني وصلت على السفارة وجتني الرسالة وبالفعل كنت فارط، ما عاد أعرف أرجع ولا أكمل، ولكن راح بات اليوم الليلي هون. يعني الزلمة ترك لي الاستوديو، مستأجر استوديو بهاي المدينة، ونام عند رفيقه وقال لي ارتاح. شكرا والله، بكرة بنكمل الطريق. تصبحوا على خير، يومين ما أنا نايم. لما يبدأ اليوم بتفكر إن أهم شيء هو توصل، لكن مع الوقت تكتشف إنه الوصول ما دائما هو القصة. القصة هي كل الأشخاص اللي قابلتهم بالطريق، وكل الأبواب اللي انفتحت بوقت ما كنت تتوقعه. واليوم كان واحد من هالأيام اللي بتتذكر فيها الأشخاص أكثر من المكان. وبعد يومين ببلجيكا، هلأ رجعت لهولندا، وبصراحة الوقت هنيك عدى أسرع مما توقعت. الغريب بهالرحلات القصيرة إنها أحيانا تعطيك إحساس أكبر من رحلات طويلة. وبالنهاية كان مجرد مشوار لورقة، ولكن الطريق نفسه هو اللي صار القصة. هاي هي هولندا، مثل ما بيقولوا رنة الإبرة بتسمعها، هدوء ما طبيعي. وأحيانا هذا أفضل جزء بأي رحلة.